السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نبدأها كده بالصلاة على النبي. ربنا يكرمنا ويبارك فينا يا رب، واصلح ما بين ايدينا وايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. اللي اول مرة يشوفني معاكم مطبخ ام فهد، بالتوفيق للجميع ويا رب يكرمنا جميعا يا رب العالمين. هنعمل مع بعض النهاردة الأكلة الشعبية السائدة عندنا في مصر، الكشري. أحلى كشري بنعمله في مصر عندنا بطريقة كده سهلة جدا وبسيطة وحاجة كده معمولة في البيت بجد والله أحسن من 100 مرة تشتروه من برّه. مش هيكون بقد التكلفة اللي هتجيبيها من برّه، بس حاجة كده بيتي وجميلة ونضيفة. الأول إحنا عملنا إيه، عملنا البصل كده زي ما أنتم شايفين، قطعناه جوليات كده وحمرناه، حطينا عليه معلقتين نشا، بصلاية عليها معلقة نشا كبيرة، وحمرناه في الزيت زي ما أنتم شايفين كده، بيبقى بيقرمش كده معانا. لو بات لتاني يوم ما بيضطرش ولا أي حاجة. وهنا كده معانا العدس بجبة، أنا كنت جايباه وبلاه من بالليل وطيبته هو والحمص زي ما انتم شايفين. ما خدش معايا 10 دقايق لأنه كان مبلول من بالليل، فما خدش وقت خالص. طيبته وبعد كده شطفته وحطيته في بولات زي ما انتم شايفين. وجبت هنا معايا كوباية كبيرة من الشعرية، حطيت في معلقتين سمنة، واديكم شايفين حمرتها كده. وما بنديهاش اللون الغامق، بنديها اللون الفاتح درجة علشان خاطر ما يبقاش غامق معانا في الكشري. هو كده كده بيفتح معانا، فيبقى اللون بتاعه زي ما انتم شايفين الدهبي الفاتح ده. وكان معانا كوباية برضو رز، غسلتها كويس وهنزل بيها على الشعرية. وهبتدي بقى ان انا اشوح الرز بالشعرية كده كويس في مادة دهنية، علشان خاطر ايه، يبقى مفرفر معانا كده الرز وما يبقاش معجن ولا اي حاجة. ما شاء الله تبارك الرحمن. يتشوح كده تشويحة 5 دقايق في السمنة مع الشعرية، بيبقى مفلفل وجميل، ما بيبقاش لازق ولا معجن ولا اي حاجة. كده هو بعد ما خلصت تشويح فيه حطيت الملح، وانا نزلت معلقة من الدجاج بس ما بانتش معانا في الفيديو. وهبتدي انزل عليها بالمية السخنة، عيار المقدار اللي انا حاطاه. انا حاطه كوباية شعرية وكوباية رز، حاطه زي كوباية ونص كده مية عليهم، لان الرز البلدي ما بياخدش زي الرز البسمتي، لازم نركز كويس. بيبقى اقل يعني الكوباية على نص كوباية مية، بعكس الرز التاني. كده ما شاء الله تبارك الرحمن، بعد ما طاب معانا مفلفل وجميل ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله اكبر. مش هنغطي الحلة بقى، انا كده طفيت عليه خلاص. هنهوي الحلة شوية كمان معانا عشان خاطر ما يعرقش ويبقى مفلفل معانا. الخطوة دي مهمة جدا واعملوه كده. هنا بقى معانا المكرونة. انا حطيت مية وحطيت فيها ملح وحطيت فيها معلقتين زيت، ونزلت عليها ب3 انواع مكرونة، اللي هي المكرونة اللي هي الطويلة، ونوعين تاني مكرونة من الصغيرة كده. سلقتها كويس، وبعد ما سلقتها صفيتها من المية السخنة ورجعتها في الحلة تاني، وحطيت عليها معلقتين كبار زيت عشان ما تلزقش ببعضها وتتن مفلفلة كده وجميلة، والواحدة بوحدتها. تمام كده لحد كده تمام. اهم حاجة الخطوات تبقى مظبوطة. هنا انا بعمل كده الصلصة بتاعة الكشري. معانا الصلصة مش بتوم بس، لازم نحط لها بصلاية صغيرة. فانا حطيت بصلاية صغيرة متقطعة ونزلت عليها بمعلقة توم، وشوحتها كده لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح معانا. ونزلت عليها كده بمعلقة كمون، معلقة كبيرة كمون. دي بالنسبة للصلصة بتاعة الكشري. ونزلت عليها كده اللي انا بحطه ده زي نص كوباية صغيرة خل. تمام لحد كده تمام. دي بقى معانا معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، كشري يعني كزبرة. وهنبتدي بقى احنا نقلب كل الخطوات دي مع بعضنا كده. ونزلت عليها بمعلقتين سكر عشان خاطر الحموضة، صلصة يعني حموضة، فنحط معلقتين سكر. ما شاء الله الريحة تحفة، الريحة كانت قلب الشقة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا بقى ننزل بعصير الطماطم، ونسبك بقى كويس التسبيكة دي. طبعا انا هوريكم القوام بتاع التسبيك عايزينه يبقى متسبك ازاي. كده ما شاء الله تبارك الرحمن، زي ما انتم شايفين كده طماطم حمرا وجميل. نزلت بمعلقة ملح، وهنزل عليها كمان بنص معلقة فلفل، وهقلب كده. ما شاء الله تبارك الرحمن. اهم حاجة تركزوا معايا في خطوات الكشري، تحس ان هي غلبته كتيرة بس في النهاية بتاخد نتيجة كويسة. ده جوز الطيب بقى اختياري، اللي عايز يحط يحط، بس دي بتدي سنس حلو جدا للصلصة بتاعت الكشري معانا، بتديها طعم كده وريحة حلوة.
أنا هنا في المرحلة دي هاطفي بقى البوتاجاز على التسبيكة خلاص، لإن دي القوام اللي أنا عايزاه بتاعة الصلصة. الصلصة لا تكون مَيّة جامد ولا تكون مسبكة جامد، تبقى وسط كده زي ما وريتكم. خلصنا من الصلصة خلصنا. هنا بقى معانا حلة تانية حطيت فيها معلقتين زيت، ونزلت عليها معلقة كبيرة بابريكا، ومعلقة كبيرة شطة، شطة من اللي هي الحمرا الناعمة دي، وخدت منها كبشة أو 2 كبشتين أهم، آمم كبشة، خدت كبشة واحدة من الصلصة ونزلت بيها على الشطة والبابريكا، ونزلت عليهم برضه ب3 معالق خل، والملح اللي أنا حطيته في الآخر ده، تمام. وحبة برضه كمون وحبة كزبرة. على فكرة يا جماعة اللي أنا حطيته دي مش حطيت مَيّة، ده أنا حطيت مش ما حطيتش خل، ركزوا معايا أنا حاطة مَيّة عشان تبقى معانا الشطة كده تبقى معانا إيه، ما تبقاش تقيلة ولا تبقى خفيفة، تبقى مضبوطة. هنا بقى أنا على الدقة ركزوا معايا جدًا عشان تطلع معاكم ممتازة. هنا حطيت مع كوباية مَيّة كبيرة اتسخنت على النار، نزلت عليها بمعلقة كبيرة من التوم، عليها معلقة كبيرة من الشطة، ضرباهم مع بعض كده يعني أنا ضرباهم في الصلاية أو في كَبّة عادي، ونزلت عليهم ب3 معالق، مش 3 معالق، نزلت عليهم بنُص كوباية صغيرة من الخل، لإن دي الدقة أصلًا، فلازم الخل يكون كتير، وحطيت الملح، تمام، لحد هنا تمام، تمام. هنا ابتديت نعصر بقى الليمون، فلقيت معايا إيه مش هينفع، فرُحت عاصراه في الكوباية وما نزلتش البذرة زي ما أنتم شايفين كده، طلعوا معايا 4 ليمونات كبار، نُص كوباية من الصغيرة، ونزلت عليها بمعلقة كزبرة كبيرة زي ما أنتم شايفين ومعلقة بابريكا. الخلطة ديّة الدقة دي تحفة، 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 تحفة. بالنسبة للجماعة عندي خبرة في أكل الكشري، بصراحة شكروا لي فيها جدًا وقالوا لي أحسن من اللي إحنا بنشتريها من برّه ب100 ألف مرّة، قالوا لي تحفة جميلة. أنا كده خلّصت كل ال الوص ال المكونات اللي أنا عملتها معايا، أنتم تحسّوا إن هي كتيرة بس هي سهلة لو وقفتِ في المطبخ مش بتكمّلي ساعة، وهابتدي إن أنا أغرف كده إيه الكشري طبقات فوق بعض. أنا حطيت الرز بشعرية أول حاجة، وبعدين نزلت بالمكرونة، المكرونة دي معايا نوعين أو 3، أنا عاملة 3، فاللي حابب برضه يحط نوعين 2 ما فيش مشاكل. هنا بقى العدس بجبة زي ما أنتم شايفين، أهم حاجة إن إحنا أنتِ حتى لو تبليه من ساعتين، يعني مش شرط إن أنتِ تبيتيه، بس لو ساعتين ما ياخدش منِّك طياب، هو ما خدش معايا 10 دقايق، لا هو ولا الحمص، ما شاء الله تبارك الرحمن يعني. بجد كنت أول حاجة عملتها وركنتها، وشطفتهم كويس ورُحت إيه راكناهم. كده نزلت بقى بالحمص والعدس بجبة زي ما أنتم شايفين كل الطبقات كلها فوق بعضها. وهنا بقى البصل اللي هو اللي محمرينه كده، ما شاء الله مش عايزة أنا عايزة أقول لكم إن البصل ده قعد تاني يوم منه ما شاء الله تبارك الرحمن، بجد والله زي ما هو ناشف كده ومخربش كده وجميل وطعمه جميل. وابتديت كده أنزل بالصلصة كده، ما شاء الله تبارك الرحمن، أحلى كشري في مصر، كشري أم فهد أحلى كشري في مصر، ما شاء الله تبارك الرحمن. عايزة أقول لكم إن الجيران كلها جات خبطت عليَّ ريحة الكشري دي جاية منين. بجد والله من جماله. والله مش بابالغ، فعلًا بجد كان جايب آخر الشارع عندي. الدقة خطيرة، تحفة ما شاء الله تبارك الرحمن. الكشري ده من الوصفات عندنا إحنا في مصر مشهورين أوي بالكشري. هنا بقى نزلت بالدقة، واختياري بقى اللي عايز يحط، أنا كان عندي اللي يحط بدقة واللي يقولوا لي عندي جوزي بيحبها كده وجوزي ما بيحبش بالشطة، فده اختياري، بس أنا حبيت أعملها لكم الوصفة كلها كاملة متكاملة. أحلى كشري في مصر، والله بجد أنا جوزي كله في كل مكان بس قال لي أحلى كشري كشرِك أنتِ يا أم فهد، أنا مش هاكله من برّه تاني. ما تنسوش حبايبي بقى تدعموني بلايك وشير، دعموا القناة واعملوا لي اشتراك بالله عليكم فضلًا وليس أمرًا، وبألف هنا وشفا يا رب على اللي كَل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.